ياسمين عبد العزيز هتتجوز تاني وقريب جدا، وهتعيش قصة حب قوية، وهتنسى أحمد العوضي خالص، ومش هتحس بأي وحدة أو زعل الفترة اللي جاية. إيه حكاية الكلام ده؟ ومين اللي قاله؟ وإيه سبب الطلاق الحقيقي؟ خيانة فعلا ولا حاجة تانية؟ أسئلة كتير هنجاوب عليها. كمان الفيديو هيكون فيه أحدث صورة لياسمين بعد الطلاق، وبيظهر معاها فنان معروف جدا، واضح انه كان بيحاول يساندها في محنتها. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف اللي توقعت طلاق العوضي وياسمين قبل ما يحصل عملت قلق تاني، وده لما قالت كلام غريب جدا. ليلى قالت ان ياسمين هتتجوز تاني قريب جدا ومش هتفضل وحيدة، ومش بس كده، دي قالت انها هتخلف قريب طفل صغير وجميل. ليلى ما جابتش سيرة العوضي ولا قالت ايه اللي هيحصل له، وكلامها كان ترند جدا، بس الغريب ان ياسمين لا ردت ولا علقت عليه. وعلى فكرة في وسط الكلام ليلى جابت سيرة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقالت انها مستحيل ترجع لحسام حبيب، وهتركز بس في شغلها الفترة اللي جاية. خلينا نرجع لياسمين، واللي نشر صحفي اسمه أحمد الهواري مؤخرا صورة ليها بتجمعها بالفنان كريم محمود عبد العزيز، وواضح جدا انه كان بيساندها في أزمة طلاقها. بس ياسمين ظهرت في الصورة بتضحك، وكأنها بتحاول تقول لجمهورها أنا كويسة جدا، ما تقلقوش عليا خالص. تعالوا بقى نقول لكم عن أغرب سبب اتقال عن الطلاق، وبعد كده هنقول لكم السبب الحقيقي. من يومين طلعت علينا واحدة اسمها مها العطار، ودي خبيرة طاقة، نشرت صورة لياسمين وهي بتحتفل بعيد ميلادها، ومعاها تورته عليها صورتها مع العوضي. وقالت مها السحر الأسود سبب طلاق ياسمين وأحمد، تعددت الأسباب والانفصال واحد، مش شرط حد يعمل لك سحر، ممكن انت تعمل سحر أسود لنفسك. وكملت كلامها وقالت نعم، إهانة صورتك سحر أسود، حرق صورتك وتشويهها سحر أسود، قطع صورتك والكتابة عليها سحر أسود، كمان وضع صورتك على التلاجة سحر أسود. ده سبب أول لطلاق ياسمين وأحمد، وضع صورتهم على التورتة وتقطيعها. طبعا الكلام ده قلب الدنيا حرفيا، لكن في كلام تاني إن العوضي خان ياسمين عبد العزيز مع الفنانة زينة، ده كمان اتقال إنه هيتجوزها قريب بعد قصة حب قوية جمعت بينهم وهم بيصوروا فيلم الاسكندراني. ياسمين قررت طبعا إنها ترد على خبر خيانة العوضي ليها، وحطت النقط على الحروف وقالت أشهد أمام الله إن هذا الرجل لم يخني خلال 5 سنين جواز، وانفصالنا شيء قدري مش بإيدينا. وبكده وبالطريقة دي ياسمين حطت حد لكل الإشاعات، وبكده العوضي لا خانها مع زينة ولا مع غيرها، وزينة بالنسبة له مجرد زميلة عمل. طيب ايه سبب طلاق ياسمين والعوضي؟ ده سؤال حير الملايين. خلينا نقول لكم ان العوضي في النهاية زيه زي اي راجل عايز يبقى اب ويسمع كلمة بابا ويكون عنده اولاد واسرة، وللأسف خلال ال5 سنين جواز ما نجحتش ياسمين انها تحقق الحلم ده. ده كمان لو تفتكروا ياسمين كانت بتعاني من مشاكل صحية ممكن تكون السبب جدا في انها فشلت في الحمل، طبعا ده غير سنها واللي عدى ال40. ياسمين من مواليد 1980، يعني عندها 44 سنة بالظبط. وطبعا العوضي عنده أهل بيتمنوا يشوفوا ابن ليه، وأكيد طلبوا منه إنه يعيد نظر في علاقته بياسمين، واللي واضح جدا إنها ساعدته إنه ياخد القرار الصعب ده. من الحاجات الغريبة جدا في موضوع الطلاق إن كل واحد منهم لسه محتفظ بصورته مع التاني، وده مخلي ناس كتير عندها أمل إنهم يرجعوا لبعض، لأن لو القرار كان نهائي كانوا مسحوا الصور زي ما بيعمل النجوم دايما على السوشيال ميديا. وعلى فكرة في محاولات للصلح بينهم من أصحابهم اللي برضو لسه مش مستوعبين قرار الانفصال لحد دلوقتي. آخر سؤال بقى هنجاوب عليه، هي ريهام حجاج شمتانة فعلا في طلاق ياسمين؟ من ضمن الكلام اللي اتقال الفترة الأخيرة إن ريهام كتبت على انستجرام النهاردة أسعد يوم في حياتي، وبعدين مسحت الكلام ده يوم طلاق ياسمين. الحقيقة إن ريهام طلعت في لايف
وقالت كل الكلام ده كذب، أنا متربية ومستحيل أشمت، وما كتبتش كده ولا ليا أي علاقة بطلاقهم. في النهاية بقى تفتكروا ياسمين هتتجوز قريب فعلا؟ وهل السحر الأسود ليه علاقة بطلاقها؟ شاركونا بالتعليقات.